السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لمسات ريهام الجزائرية. اليوم نحضر مع بعض مقرود المقلاة مع جميع أسرار نجاحه بمناسبة حلول عيد الفطر. تابعوا الفيديو للأخير، ما راحش تندمي. ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نبدو على بركة الله. أنا استعملت هذا السميد يكون مويان، كتشوفوا النوعية نتاعه، واستعملت هذا العبر وزن 500 جرام. درت 4 عبار أي 4 كيلات، ودرت كيلة مارغرين. وهنايا أنا استعملت المارغرين، كاين اللي يحب يستعمل السمن يدير السمن. ديري 4 عبار في عبار مارغرين بهذه الطريقة حتى نكملو كاع العبار نتاعنا. هنا ملاحظة، كاين نوعية تاع السميد كما هذه النوعية أنا استعملتها جاتني شوية تشرب لي السمن. كي بسستها للأمانة ضفت لها ملعقة كبيرة تاع مارغرين. وهنايا تبقى النوعية على حسب اللي تشريها نتيا. هنايا هذا العبر الرابع راكم تشاهدوا. نضيفوا لها قرصة ملح ونخلطوا داك الملح في السميد بما يجيناش السميد نتاعنا صامت ويعطينا نكهة شابة. هنايا نديروا هاد العبار ونعبروا المارغرين نتاعنا. راكم تشاهدوا كيلة تاع مارغرين بهذه الطريقة. ويليق السميد كل حبة تاع سميد تشرب المارغرين مليح مليح. ومن سر نجاح المقرود يليق لك تبسيه في الليل تبيتيه للغد من داك عادة تخدميه باه يعطيك هذيك النتيجة، يجيك مرمل ويجيك شباب. هذا المقرود طريقة تاع ماما، ربي يحفظها لي ويخليها لي يا رب. كل عيد ديره لنا ويجينا ولا أروع. نبسس السميد مليح مليح، دخل كاع المارغرين هكا بهذه الطريقة، نحكوه ما بين الأيدي بهذه الطريقة. من بعد اللي بسسته مليح نبيته ليلة كاملة، تغطيه وتخليه جانبا. نمر نحضروا حشو تاع المقرود. انا جبت التمر غسلته مليح، قلعت له العلف. انا نستعمله، كاين اللي يستعمل لي طابلات تاع الغرس، انا ما نحبهوش نستعمل هذا. هنا نديره ايفور ومن بعد نكمل العقده. هنايا من بعد اللي فار لي وهو حامي نطحناه في المولينكس هكا باش ما يغبنيش وكي يبرد لي هكا. نطحناه مليح. كي نطحناه نضيف له هنايا جانب هذا القوام، نضيف له القرفة اللي كنت دقيتها وملعقة كبيرة تاع مارغرين. هنايا المارغرين تخلينا التمر ولا الغرس نتاعنا طري وما يجيناش يابس. وهنا نضيف 2 مغارف كبار تاع ما زهر ونخلطوا الحشو. وهذا الحشو جربيه ما يجيكش يابس ويجيك المقرود تاعك ولا اروع. هنايا نخلطهم مليح مليح. بعد اللي كملت هنايا بعد اللي خلطهم نجيب الزيت ونحربش العقده تاعي. شوفوا القوام تاعها راها طريه ولا اروع. جبت الزيت ندير شويه في يدي بما يلصقليش الغرس ونحربشه. وهنايا الحجم نتيا تتحكمي فيه، تبغي كبير تبغي صغير بهذه الطريقه. وماذا بيك هاد التحضيرات كاع ديريهم من قبل باش ما تنغبنيش كي تحضري المقرود تاعك. ديريه في لافي، توجدي التمر تاعك الغرس بهذه الطريقة وتخليه وتبسي السميد. ومن الغد من داك تشكليه وما تنغبنيش بهذه الطريقة. انا نكملهم كاع ونلتقوا في تشكيل المقرود.
هنا من بعد اللي بيت السميد ليلة كاملة راكم تشاهدوا، نخلوه جانبا ونروحو نحضروا الخلطة باش نلمو المقروض نتاعنا. درت حبة بيض، لافاني، ونضيف لهم 4 مغارف كبار ماء الزهر. بهذه الطريقة نخلط لهم بالفوي ومن بعد نضيف لهم الماء. هذيك حبة البيض تخلي لنا المقروض متماسك وما يتفتحناش في المقله كي نقلوه. كاين بزاف اللي تقول لك كي نقلي المقروض ينحلي في المقله. هذه ان شاء الله الطريقه تخلي لك المقروض متماسك في المقله. هنا نروحوا نشكلوا المقروض، نحطوه هاك بهذه الطريقه، كل وحده كيفاش تخدم. انا ندير كيما هاك، نجون بشويه ونشوف حتى تتماسك لي. وهنايا كاين السميد اللي يشرب لك الماء بزاف، وكاين اللي ما يشربلكش الماء بزاف. هنايا نتيا القوام تتحكمي فيه باليد تاعك بهذه الطريقه. هنا قد ما تحسي باللي السميد نتاعك بدا يتلملك، غير هكا تلميه بهذه الطريقه. ما تعجنيش، غير تلميه هكا حتى تكون لك هكا العجينه تاع السميد بهذه الطريقه بهذا القوام. هنايا كي تشاهدوا، هنايا جاني السميد يشرب لي، ضفت له الماء بهذه الطريقه وعاود لميته. هنايا نتيا قلت لك دائما القوام انتي تتحكمي فيه بيدك. هاكا نديروه على شكل حربوش ونفتحوه في الوسط. وهنايا كما حضرنا مع بعض سابقا الغرس اللي خليناه يريح لنا ليلة كاملة. هنايا نحلوه نفتحوه مليح باه يجينا على حساب الحربوش اللي درناه بهذه الطريقة. تبعي جميع المراحل ان شاء الله يخرج لك المقروض وما ينحلكش في المقله. بهذه الطريقه تبلعيه غير بشويه بهذه الطريقه. انا الوالده هي اللي علمتني المقروض بهذه الطريقه وما ينحليش في المقله. هيا نزيد نسبته نعاود غايه ونديره على شكل حربوش. هنايا كاين لي قطع ديريكت بالخدمي. انايا الوالده دير الطابع سبيسيال تاع المقروض هذا الرشيم يجي شباب، ديريه وتضغطي حتى يدي المقروض يدي الشكل تاع الرشيم تاع المول. جيبي كوبات ولا خدمي وتقطعي هكا الزوائد هكا الاطراف حتى يتشكل لك المقروض. هادو نقلعوهم على جانبا باه نعاودو نستعملوهم باه نرونوهم العجينه الاخرى. هنا نقطع الحبات بهذه الطريقه كي تشوفي فيه ما شاء الله جاء روعه. تبعي المراحل ان شاء الله تنجحي فيه. كامل اللي تقول لي ما ننجحش في المقروض وينحليه في المقله، تبعي هذه المراحل وينجح معك. بهذه الطريقه نقطع الحبات بهذه الطريقه. نوريكم حبه كيفاش جات. شوفوا الرشيم تاع المقروض جا تحفه ما شاء الله. ها هو الغرس راكم تشاهدوا. نجيبو هنايا انا دائما نديره في بلا هكا نحطه كاع كي نكمل نخليه حتى ينشف لي ومن بعد كي نكمل عاد نقليه. ماذا بيك المقروض كي ينشف لك ينقلى لك غايه ما يغبنكش. وميم طون تي راكي توجدي في الكونتيتي اللي راكي باغيه ديريها وتكملي. هذا كي يجيك ما تجيكش حبه كامله قلعي لها الغرس والسميد هذاك خليه على الجانب وتعاودي ترونيه مع الحبات الاخرى. انا نكمل تشكيل المقروض ونشوفوا باه نقلوه. هذا من بعد اللي كملت راكم تشوفوا الصينيه كملتها كاع. هنايا نحط حبات في الشبكه وهنايا الزيت تكوني سخنتيه مليح مليح ومن بعد تنقصي له باش المقروض ماشي يحمر لك من الفوق ويقعد لك خضر من الداخل. هنايا كثير من السيدات يديروا هذا الخطا، يطلقوا له النار
يحمر من الفوق تقول لك صاي طاب، بصح من الداخل راه قاعد خضر، ما يقعدش معاك، ما يطولكش بالخف يدير هذاك يصوف لك. هنا طريقه القلي كما كنتو تشوفوني، ندخل حبات المقروض ومن بعد نخرجهم باش يدي هذاك لو شوك تاع الزيت. راكي تشوفي بهذا هنا الحموريه هذه ما تكتريلاش باش ما يجيكش حمر بزاف، وديريه مباشره في الحسل. انا نواصل نقلي ونعسله. هنايا من بعد اللي خليته يتعسل مليح مليح راكم تشوفوا، نقلع فيه. هنايا كنت نقلي ونخليه، هنايا من بعد نقلعه بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الحبات اللي عندي. راكم تشاهدوا كي جاتني حبه قد اختها، جات شابه وما نحليش في المقله. هنايا تاني تكون النوعيه تاع سميد شابه وتخيريها. ومن اسرار نجاح المقروض دائما تبيتي السميد تاعك وان شاء الله ينجح لك. انا نكمل نقلي جميع الحبات ونشوفهم في طبق التقديم. هذا هو المقروض في شكله النهائي. نفتح معكم حبة باش تشوفوا القوام نتاعها، جا مرمل وطري ومعسل حتى القلب. اتمنى تجربوه وينال اعجابكم. في وصفات اخرى، الى الملتقى.